بالنسبه للكرش ده يعني مش حلو بحقي. ما انا بجرب. ماشي. يلا بينا نشجعه. النهارده اول يوم في دايت مش هيخسسك 7 كيلو في 7 ايام، ولكن هيساعدك انك تدخل رمضان وانت مستعد جدا، وكمان هتنزل الكروشه. بما اننا في ويك اند وكلنا متجمعين، قررت ان احنا نبدا اليوم بتاعنا زي رمضان. بدانا اليوم بعد صيام 16 ساعه بكوبايه من اللبن وواحده من كرات الطاقه. لو مش عندك كرات الطاقه هكتب لك تحت البدايل. وفي النظام ده هنبعد عن حساب السعرات، ولكن هنعتمد على طريقه تقسيم الطبق. واخدنا الوجبه الرئيسيه وكانت عباره عن نص الطبق خضار مع فاكهه، ونص التاني اتقسم ما بين البروتين والنشويات، وده كان بعد نص ساعه من كسر الصيام. خلاص عجبك؟ بشوف اهو. والحمد لله الوجبه دي عدت بسلام. نسيت اقول لكم ان احنا قبل كسر الصيام مشينا حوالي 45 دقيقه، وبجد دول فرقوا معانا كتير جدا في اليوم ده. بعد 3 ساعات من الوجبه بدات اخد كوبايه من الزبادي اليوناني مع الجرانولا الكرانشي الخطيره جدا، لازم تجربوها بجد هتعجبكم جدا. واخدت معاها معلقتين من زبده الفول السوداني الهوم ميد. ودي بقى كانت اخر وجبه في اليوم. هكتب لكم كل تفاصيلها تحت في الكابشن، وعشان تدخل معانا التحدي مجانا اكتب تحت كلمه تحدي.